البونبولوني او الدونات الايطالي وحده من ابن واسهل الوصفات اللي تقدري تخدميهم وتشربي بهم قهوه العصر. يجوا خفاف فلافي طريين يذوبوا في الفم بزاف بنات. تبعي معايا الطريقه. ندير الفرينه مع الحليب بودره مع السكر والخميره تاع الخبز مع الفانيليا، ونجمع العجينه تاعي بماء يكون بارد مثلج. ما تنساوش الحبه تاع البيض، ضروري الماء يكون بارد مثلج. لما يتجمع العجين نضيف الزبده والملح في اخر مرحله ونخليها تستعجن واحد 10 دقائق حتى يتشكل لنا هذا القوام اللي يكون طري ويكون مطاطي كما راه واضح قدامكم. تحصلوا على عجينه ناعمه وهايله وتقدروا تعجنوا بيديكم عادي. نقسموا العجينه تاعنا الى كريات الوزن تاعهم 30 غرام، نخليهم يخمروا المره الاولى، وبعد ما يخمروا رشوا الفرينه في الاسفل وفي الاعلى تاعهم وتضغطوهم بكاش اداه اللي تكون مسطحه كما شفتوا في الفيديو هنا قدامكم. ضروري من هذه العمليه وخلوهم يخمروا المره الثانيه. هذه الخطوه راح تخليكم تحصلوا على واحد البونبولوني خفيف بزاف يذوب في الفم. بعد ما خمروا لي نكون سخنت الزيت على 150 حتى 155 درجه، ما لازمش يفوت 155 درجه. تقلوهم من الاسفل ومن الاعلى، يعني الطريقه كامل تعرفوها سهله مهله. وبين ما راهم يبردون نحضر كريمه الحشو. كما هو معروف البونبولوني يجوا محشيين، انا قررت انه نحشيهم بكريم شونتيي دي موزيل لانه تجي بنينه وخفيفه وتقدروا تنكهوها باي منكه تحبوه، سبيكيلوز، شوكولا، الاختيار يبقى لكم. وهاد الحبات اللي راكم تشوفوا فوقهم الكراميل هذا سكر فقط، يعني ذوبته فوق نار هاديه حتى تكرمل لي. غطست فيه الحبه تاع البونبولوني، راح تحصلوا على ابان بونبولوني تذوقوه في حياتكم بزاف بنان. ان شاء الله تجربوهم ونالوا اعجابكم. سلام سلام.